بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى نحركم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. فضلا وليس امر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. فوز غالي جدا وصعب جدا جدا النهارده. منتخبنا الوطني يفوز على منتخب زيمبابوي بنتيجه 2-1. احرز اهداف الفوز يعني محمد صلاح، والهدف الاول هدف التعادل عمر مرموش. بينما الهدف بتاع زيمبابوي جاء من خطأ غريب جدا، خطأ عجيب جدا من جبهة محمد حمدي، وخطأ غريب جدا من ياسر إبراهيم ومن حسام عبد المجيد. ويعني الشناوي لا يسأل عنها، لأن هي أخطاء المدافعين يشيل فيها ولكن بنسبة بسيطة جدا. ولكن الشناوي خطأ في كرة تانية. يعني انا مش فاهم بصراحة يا جماعة، واتكلمت في موضوع الشناوي ده كتير وقلت الشناوي حرام حرام الشناوي يقف على حساب مصطفى شوبير، والله حرام. ولكن هي وجهات نظر، وجهة نظر المدرب بقى، الله اعلى واعلم. يعني ليه يا جماعة بنزنق نفسنا؟ معلش، ليه بنزنق نفسنا الزنقة دي؟ ليه ما تخلصش من البداية؟ فرص سهلة جدا، يعني انت في اول ربع ساعة، اول تلت ساعة انت مضيع اربع فرص يعني محققة. اربع فرص يا جماعة، ده غير بقى باقي المباراة. طب ليه؟ طيب انت النهارده لعبت مع منتخب متواضع جدا، منتخب اعتقد تصنيف رابع طبعا، وانت تصنيف اول. يعني انت عندك جنوب افريقيا، عندك انجولا، فالماتشين دول ليس بالسهل. ففكر انت هتعمل ايه في الماتشين دول، ماتشين صعبين جدا غير المباراة اللي انت لعبتها النهارده. فانت شايف ان النهارده المباراة صعبة وفزت بصعوبة جدا، يعني بإذن ربنا وبدعوات المصريين. ليه بتصعبوها على نفسكم؟ وايه يا جماعة الاخطاء دي، وايه الاخطاء دي، وايه اللعب ده؟ انا مش بهاجم والله، بس انا بتكلم يعني في حاجات غريبة كده حصلت اثناء المباراة. اول مباراة ماشي، ان شاء الله باذن الله الاداء يتحسن في المباريات الجاية. ماتش انجولا، ماتش جنوب افريقيا، ان شاء الله باذن الله الاداء يتحسن. ولكن يا جماعة كده مش هينفع. الفرص اللي بتضيع دي مش هتنفع والله، مش هينفع. انت كنت ممكن النهارده تخرج بهزيمة، كنت ممكن تخرج بتعادل، ولكن الحمد لله قدرنا نفوز. فنظبط نفسنا يا جماعة الماتشات الجاية، نجتهد، ندوس على نفسنا شوية. انتوا لابسين تيشيرت منتخب مصر، فانتوا مش بتلعبوا في نادي. انتوا مش بتلعبوا في النادي الاهلي، بتلعبوا في نادي الزمالك، بتلعبوا في بيراميدز لا، انتوا منتخب مصر يا جماعة. فاحنا اذا كنا بنتكلم احنا مش بنهاجمكم، ده منتخب مصر، فمش هنقدر ان احنا ما نتكلمش. كل التوفيق والدعم ان شاء الله. السلام عليكم.